يا أهلا وسهلا بكل من عم يحضر هذا الفيديو. رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. أهم شي بسفرة رمضان إنه يكون متوفر الشوربة والسلطات. اليوم رح أعمل معكم طريقتي بعمل الشوربة التركية المارجمك، ورح أقدم لكم كمان وصفتي للفتوش. تابعوا معي الفيديو للأخير. معي أنا أمل، خلونا نصلي على رسول الله ويلا لحتى نبلش وصفتنا. أول شي رح بلش فيه هو وصفتي للفتوش. هون الخضرة نظيفة ومنقوعة بمي وملح ومغسولة. طبعا طرق الفتوش كتيرة، وكل واحد بيحب يتفنن ويحط لها الخضرية اللي بحبها، بس أنا أكتر شي بحب إنه تكون البقلة هي العنصر الأساسي بالفتوش. يعني فتوش بلا بقلة بحس إنه ماله فتوش. أول شي قطعت شوية خس، نص باقة بقدونس وباقة كبيرة من البقلة، شوية نعناع أخضر وحبة خيار وأربع حبات بندورة. الحجم اللي بتحبوه قطعوه، أنا بحبه أقطعه بشكل متوسط مشان الأولاد. والبقلة ما بحب كمان إني أتخلص من أعوادها، لأنه بحس الأعواد بالنكهة فيها، بالذات إذا كانت طرية وظريفة. لصوص الفتوش بضيف له خبز فصوص ثوم، بحس إنه بيلبق له أكتر بكتير من البصل، وبشوية زيت زيتون وعصير ليمونة كاملة مع معلقة صغيرة فلفلة حمراء ونص معلقة كمون. الصوص صار جاهز. بخلطه كتير منيح، وعند التقديم بضيف الصوص فوق الخضرة. طريقة هاي التقديم كمان كتير حلوة، إذا حبيتوا تعملوها كتير بتعطي شكل حلو للسفرة. خبزة عربية أو خبزة تورتيلا بضيفها على زبدية، بعدها برجع بضغطها بزبدية تانية وبتركها لمدة دقيقتين لحتى تمكن الخبزة. ومن بعد ما مكنت حطيتها بالقلاية الهوائية. فيكن تقلبوها بالطريقة اللي بتناسبكن. وهلا حبلش بشوربة المارجمك التركية. ضفت لها معلقتين زيت نباتي على حبة بصل كبيرة أو حبتين بصل صغار. وبس دبلت البصلة وأخدت اللون الزهري بضيف لها حبتين جزر مقطعين بالشكل اللي انتو بتحبوه، لأنه بالأخير رح تنخلط. بقليهم مع بعض لمدة 5 دقايق، من بعدها بضيفلن كاس عدس مغسول ومصفى منيح، وبكمل تقلاي لحتى تنشف مية العدس تقريبا 5 دقايق. بعدها بضيف عليهم لتر مي وبتركن لحتى يغلوا. بضيف عليهم 3 مكعبات ماجي. إذا ما كنتوا بتحبوا تستخدموا الماجي فيكن تستبدلوه بالملح. وطبعا إذا حطينا مكعبات الماجي فما في داعي نستخدم الملح، بيكون الملوحة هيك كافية. وبس يستوي العدس بأي مضرب كهربائي متوفر عندكن خلطوه لحتى يصير القوام ناعم وكريمي. بعدها بمقلاية بضيف عليها معلقتين كبار من الزيت النباتي، بضيف عليهم معلقة طحين كبيرة وبحمصهم نفس طريقة البشاميل. وأول ما يبلش الطحين ياخد اللون الذهبي بضيف عليه معلقة كبيرة من دبس البندورة. بحمصهم مع بعض لمدة دقيقة. بعدها بضيف عليهم كوب مي، بضل حركهم مع بعض لحتى ما يصير عندي أي تكتلات من الطحين. بعدها بضيف عليها معلقة صغيرة فلفلة حمراء ونص معلقة فلفل أسود. وهيك القوام بيكون صار جاهز. هلا برجع طنجرة العدس على نار هادية وبضيف عليها الصوص اللي حضرته، بخلطهم مع بعض كتير منيح. وبعد دقيقتين 3 بتكون شوربتي صارت جاهزة للتقديم. شوفولي كيف قوامها سلس وبشهي القلب. خبروني بالتعليقات إذا كانت السلطات والشوربة هي من الأطباق المقبلات الرئيسية بسفرتكن. أنا وعيتي أهم شي إنه يكون موجود على السفرة شوربة وسلطة، هذا أهم من الطبق الرئيسي نفسه. هلا رشيت عليها رشة فلفلة حمراء، هاي اختياري هي، ومع عصرة ليمون. وعن جد شوربة غير الشكل، طعمتها بتشهي القلب، أطيب شوربة عدس ممكن انه تذوقوها. واذا حبيتوا كمان زينوها برشة خبز مقلي كمان بتعطيها منظر وشكل حلو. شوفوا لي هالمنظر ما احلاه، عن جد وصفة الشوربة رهيبة، جربوها رح تحبوها كتير. صدقوني اللي ما بيحب الشوربة بهي الطريقة رح يحبها اكيد. ان شاء الله تكونوا حبيتوا اطباقي لليوم، واذا بتحبوا هيك ادبز لكم اكثر من وصفة مع بعضها بنفس الفيديو كمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات. برجع بقولكم رمضان كريم، صيام مقبول، وافطار شهي. ان شاء الله تكونوا حبيتوا وصفاتي. اذا حبيتوها لا تنسوني من اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس. وهلأ بأمان الله.